حبايبي، ان شاء الله النهارده هعلمكم ازاي تعملوا الرز بلبن بكل سهوله. ما تخافوش منه، بالذات البنات اللي لسه مستجده وداخله المطبخ. كوبايه رز اللي هو المج العادي مغسول، كان مليان رز مغسول وحطيت عليه 3 كوبايات ميه، وهسيبه اقلب كده اهو. هسيبه بقى يستوي خالص لغايه ما يشرب الميه دي كلها ويبقى اتهرى للاخر، وبعد كده اوريكم هنعمل ايه. ودلوقتي شفتوا حبايبي الرز اهو، الكوبايه استوت جدا وشربت ال3 كوبايات ميه اللي حطيتهم لها، استوت فيهم واتعرت خالص. هنعمل ايه بقى؟ هجيب كوبايه كده تاني المج بتاعي، واخد جزء من الرز اللي استوى ده وشرب الميه بتاعته كويس فيه، واملى المج بتاعي ده كده، احطه كده على جنب. وبعدين بقيه الرز اللي فضل عندي واستوى وشرب الميه بتاعته كلها، انزل عليه بلتر حليب. بسم الله الرحمن الرحيم. ومع التقليب كده واقعد اقلب فيه كده على نار هاديه، ياخد من طعم بعضه لغايه ما يوصل لمرحله الغليان. تبقى اجي هنا على الخلاط واروح ضايفه كوبايه الرز اللي انا خدتها المستويه، انزلها كده في الخلاط واحط واضيف عليها مجين لبن او ميه، واضيف لهم كيسين لبن بودره، او لو عندك لبن بودره مثلا في علبه تحطي 3 معالق كبار، او الكيسين لبن بودره، وكيس كريم شانتيه دريم، حاجته ممتازه جدا. واضيف كمان معلقتين نشا هرميه كده، واحط كمان معاهم الفانيليا، كيسين فانيليا اهو. عمالين نقلب، هيدخل على الغليان لتر الحليب اللي حطيناه على بقيه الرز اللي استوى في كام كوبايه ميه، ال3 كوبايات ميه اللي انا حطيتهم، وخدت نص المقدار وحطيته في الخلاط. دلوقتي هجيب داخل على الغليان اهو، هجيب مج من السكر، والتحليه طبعا ترجع لك انت، تحبيه دلع بتحبيه سكر معقول. يعني دلوقتي الخلطه اللي انا عملتها وهصبها على الحليب بالرز ده مع اللتر اللبن ده حلو قوي، ليه مج من السكر. هقعد ادوب في السكر كده كويس لغايه ما يخش في مرحله الغليان، وبعد كده نضيف الحاجات اللي وريتها لكم. ودلوقتي يا حبايبي اللبن اهو ابتدى يغلي والسكر داب كويس قوي اهو. جبت الخلاط اللي انا ضربت فيه كل المكونات اللي وريتها لكم، الكريم شانتيه واللبن البودره والحاجات. دلوقتي نفضل نقلب كده لغايه ما يربط النشا بتاعنا مع الرز المطحون مع المكونات كلها. طبعا الكريم شانتيه واللبن البودره هيزود القيمه بتاعته وهيدينا الوش المكرمش الجميل والطعم الحلو اللي احنا عايزينه، والفانيليا. نفضل نقلب كده لغايه ما يربط ويغلي، يبقى كده خلاص يعتبر هو استوى، ونغرفه في البولات بتاعتنا ونزينه بالطريقه اللي نحبها. ودلوقتي يا حبايبي هو يعتبر تقيل اهو، خرط خلاص. هنطفي عليه وغلي كمان اهو قدامكم، هنطفي عليه ونعرف ازاي هو كويس. ان انت تعملي كده الحركه دي ما ترجعش تاني،
يبقى كده القوام بتاعنا كويس. هنغرفه في البولات بتاعتنا ونستنى لما يهدى واوريهولكم قبل ما ايه ازينه. طبعا حبايبي اهو انا بحب احطه في الطواجن الفخار ديت عشان لو حبيت ادخله الفرن. بسم الله. حبايبي شوفوا من كيلو لبن مع المكونات اللي قلت عليها عملت كام طاجن من رز بلبن. طبعا انت حره بقى في تشكيله، ممكن الطواجن دي تخش تحت الشوايه تبقى عامله زي المعمر، رز المعمر. تعملي صوص كراميل زي ما انا عامله، هوريهولكوا في حلقه ازاي. وتحطي كده على الوش بتاعها، على وش اعملي نص كده ونص كده مشكل، او زي ما انا برضو عامله مانجا زي ما بتجيبيه من بره جاهز. المانجا كانت عندي في الفريزر ومقطعاها وعاملاها مكعبات اهي. تروحي جايه كده برضو على جنب وش الطاجن كده بتاع الرز بلبن، وتروحي حاطه شويه من المانجا برضو هنا اهي اهو. بسم الله. كمان واحد اهو. شوفي بتروحي تجيبيه بقى من بره ده بقد ايه، وانتي بحوالي 40-50 جنيه عملتي كذا طاجن في البيت تاكلوا بألف هنا وشفا اهوت. ألف هنا وشفا. انا عايزاكي ما تخافيش وتخشي المطبخ وتعملي كل اللي نفسك فيه بمنتهى البساطه. دمتم بصحه وعافيه. ما تنسونيش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.